السلام عليكم يا أحلى متابعين، ومرحبا بكم في قناتنا من جديد. اليوم جايبين لكم خبر تصدر الترند في السوشيال ميديا العربية، الكل يتكلم عنه. يارا عزيز أعلنت خطوبتها رسميا، وبهذا الفيديو راح نحكي لكم القصة كاملة من البداية، كيف تم الإعلان، من هو الخطيب، الأشياء اللي صارت قبل إعلان الخطوبة وردود الفعل المتابعين، وحتى بعض التفاصيل اللي ما لاحظها الجمهور. قبل ما نحكي عن الخطوبة خلونا نذكركم بسرعة مين هي يارا عزيز. يارا هي واحدة من أشهر صانعات المحتوى في العالم العربي، عرفت بأسلوبها العفوي والمضحك على التيك توك وسناب شات، وتشارك جمهورها تفاصيل يومها بطريقة بسيطة ومحببة. شخصيتها مرحة، إطلالاتها مميزة، وعفويتها كبيرة خلتها من أقرب المؤثرات إلى قلوب المتابعين، ودايما الناس تنتظر منها الجديد. في 22 أكتوبر 2025 فاجأت يارا الكل بخبر ما كان أحد متوقعه. نزلت فيديو قصير على الإنستغرام بعنوان بداية قصة جديدة، وظهرت فيه بفستان أنيق وبسمة كلها سعادة، ومعها خطيبها اللي كان يقدم لها خاتم الخطوبة. المكان كان بسيط وجميل وسط طبيعة بأجواء رومانسية وهادية. الإضاءة والموسيقى وحتى التفاصيل الصغيرة زي الزهور البيضاء وخاتم الألماسي كلها كانت مدروسة بطريقة راقية. الفيديو انتشر خلال ساعات في كل مواقع التواصل، ووصل الترند الأول في تويتر بالسعودية والإمارات. الكل بدأ يسأل من هو الشخص اللي خطب يارا. يارا ما كشفت هويته بالكامل، ولكن ظهر معها بلقطات في الفيديو. البعض رشح أنه شخص من خارج الوسط الفني أو السوشيال ميديا، خاصة أنها معروفة أنها بتحب تبقى حياتها الخاصة بعيدا عن الضجيج. مصادر قريبة منها أكدت أنه رجل أعمال تعرفت عليه قبل سنة تقريبا، والعلاقة تطورت بهدوء إلى أن قرر إعلان الخطوبة بشكل رسمي. وهذا الأسلوب يارا تبعته أكثر من مرة، لأنها دائما بتقول أبغى الناس تعرفني من محتواي مو من حياتي الخاصة. بمجرد ما نزل الفيديو التعليقات انهالت من كل مكان. ناس قالت أنهم بكوا من الفرحة، وناس تمنت لها التوفيق، والبعض قال أنها فعلا تستحق الحب بعد كل التعب اللي مرت به. والمثير أن كثير من متابعيها اعتبروا الخطوبة كأنها خطوبة بنت من عائلتهم، لأنهم متابعينها من بدايتها. ومن أبرز التعليقات كانت يارا من أكثر البنات اللي فرحنا لهم، فعلا أحسها قصة حب ناعمة وبريئة مثلها بالضبط. يارا أثبتت أن البساطة دائما تكسب. من الصور التي نشرت بعد الإعلان واضح أن الخطوبة كانت في مكان مفتوح وسط الطبيعة الخلابة بألوان ترابية وزهور بيضاء. يارا اختارت فستان قصير بلون الأبيض مع اللون العاجي بتصميم بسيط وراقي. تصريحاتها كانت ناعمة جدا، ومكياجها خفيف أبرز ملامحها الطبيعية. جلسة التصوير كانت كلها طاقة إيجابية، ضحك وابتسامات بين الثنائي، والناس حسوا بالفعل بالحب والصدق في الصور. ومن الواضح أن هذه الخطوة بالنسبة ليارا ما كانت مجرد إعلان حب، لكنها إعلان بداية فصل جديد في حياتها. في آخر الفيديو كتبت كل شيء بوقته حلو، وكأنها تقول لجمهورها أن الصبر يجلب الفرح في النهاية. هذه الخطوبة ما بس كانت لحظة شخصية، بل لحظة شاركتها مع ملايين الناس اللي كانوا معها من أول يوم في مشوارها. والشيء الجميل أن الرسالة اللي طلعت من القصة كانت: عيش حياتك ببساطة، وصدق والحب بيجيك وقت ما تكون مستعد له. يارا عزيز تدخل اليوم مرحلة جديدة من حياتها، ونحن نتمنى لها كل التوفيق والسعادة. قولوا لنا في التعليقات هل تحبوا أن المؤثرين يشاركون لحظاتهم الخاصة مثل الخطوبة والزواج، ولا تفضلوا تبقى حياتهم بعيدة عن الكاميرا؟ لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ونشوفكم في الفيديو الجاي مع أخبار جديدة من عالم المشاهير.